وصلنا دلوقتي يا ابطال لاهم جزئيه بتميز كتاب الروشته بتاعنا اللي هي جزئيه البتوين لاينز. تعالوا كده نشوف شويه فروقات ما بين الكلمات مع بعض. عندي كلمه اسمها let وكلمه اسمها allow، وخد بالك قوي عشان ساعات بيلعب فيها في الترجمه. هو بيجيب لك هما الاثنين معناهم يسمح لحاجه معينه، بس معناها التركيبه بتاعتها مختلفه شويه. يبقى كلمه let او كلمه allow معناها ان انا بسمح لك انك انت تعمل شيء، بس تلاحظ ان كلمه let جه بعديها verb مع infinitive بس، اما كلمه allow بيجي بعديها to والمستهلك. طيب عندك كلمة allow ممكن يجي بعديها على طول verb ing، بس في الحالة دي لو ما عنديش مفعول، في الحالة دي لو معناها ايه؟ مفيش مفعول. او عندك كلمة برضه حاجة اسمها be allowed to، اللي هي ايه؟ معناها ان في حاجة مبنية للمجهول. يعني مثلا اقول لك ايه؟ علي allowed his friends to borrow his car، ماشي؟ يعني مثلا اقول لك ايه؟ my mom should allow staying up late، يعني لازم ان هي تسمح ان احنا ننام بالسهر في مثلا فتره الاجازه. يبقى staying اهو، يبقى ما جابش معاها ايه؟ ما قالش تسمح لمين؟ قال لك لا تسمح بالموضوع ده. واضحه؟ تعال نشوف اللي بعدها يلا.